السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. قرار من القضاء ضد 3 متهمين بسرقة مريهان حسين، دعونا نتعرف على التفاصيل. أجلت محكمة جنح المقطم محاكمة 3 متهمين بسرقة الفنانة مريهان حسين لجلسة 27 فبراير الجاري للمرافعة. ودفع أحمد حمد محامي المتهمين الثلاثة بكيدية الاتهام قائلا إن للعمال مستحقات مالية لدى والد الفنانة نشب على أثرها الخلاف بينهم. وكشفت التحقيقات إن المتهمين غافلوا مريهان حسين خلال تواجدها بالشقة وسرقوا المصروغات والأموال، وشملت المسروقات 2 كوليه و4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات و8 خواتم ذهب وحلق ذهب وسلسلة بجنيه ذهب و2 غويشة، وكذلك حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة. وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوجود بلاغ بحادث سرقة بشقة والد الفنانة مريهان حسين، وتم ضبط 3 عمال وإحالتهم للنيابة للمحاكمة. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.